طيب، في فكرة كده كلنا تقريبا اتربينا عليها، إن الأمان المالي يعني تحويش، وإن فلوسك في البنك تبقى في الحفظ والصون. بس هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ النهاردة هنشوف مع بعض إزاي ممكن نتحول من مجرد شخص بيحوش فلوسه لمستثمر بجد بيبني ثروة حقيقية. وخلونا نبدأ بسؤال مباشر وصادم شوية. هل الفلوس اللي في حساب البنك دي آمنة بجد؟ عارف إن السؤال ده لوحده ممكن يقلب مفاهيم كتير اتربينا عليها، بس صدقوني مواجهة السؤال ده هي أول خطوة في الطريق الصح. وهنا بقى الصورة بتبدأ توضح قوي. شوفوا الفرق بين الواقعين دول. الشخص اللي بيحوش فلوسه قاعدة مكانها قيمتها بتقل مع الوقت، كأنه قاعد في المدرجات بيتفرج على الماتش. أما المستثمر لأ، ده قصته مختلفة خالص، فلوسه هي اللي بتلعب في الملعب، بتتحرك، بتخلق قيمة، والوقت بيشتغل معاه مش ضده. هو لاعب أساسي في اللعبة، مش مجرد متفرج. طب إيه هو العدو الخفي اللي بيخلي التحويش ده لعبة خسرانة؟ هو ده التضخم. التضخم ده عامل زي الحرامي الصامت اللي محدش شايفه، بس كل يوم بيسرق حتة من قيمة فلوسك. يعني المبلغ اللي في حسابك ممكن يكون ثابت، بس اللي بتقدر تشتريه بيه بيقل يوم ورا يوم. هي دي القصة كلها. والحقيقة اللي ممكن كتير مننا ما يعرفهاش إن البنك مش مجرد خزنة بتحفظ الفلوس، لأ خالص. البنك بياخد الفلوس دي ويشغلها، يستثمرها ويعمل منها أرباح ضخمة جدا، وفي الآخر يدي للشخص اللي بيحوش يعني فتات. فالسؤال المنطقي هنا، ليه نسيب البنك يكسب بفلوسنا بدل ما إحنا اللي نكسب بيها؟ طيب، يبقى نبدأ منين؟ البداية الحقيقية لبناء أي ثروة مش من الفلوس اللي في الجيب، لا، بتبدأ من جوه، من الثروة الداخلية اللي فعلا محدش يقدر ياخدها مننا أبدا. ودول هم الثلاث أصول الأساسية اللي لازم نبني عليها كل حاجة تانية. أول حاجة مهاراتنا، دي رأس المال الحقيقي اللي مفيش أي أزمة اقتصادية تقدر تاخده. تاني حاجة الثقافة المالية، دي اللي بتخلي كل الأصول التانية قيمتها تزيد وتتضاعف. والأصل الثالث واللي كتير بينساه هو شبكة العلاقات. الثقة والفرص دي عملة مهمة جدا النهاردة. وهنا في مقولة رزيمة لبنجامين فرانكلين بتلخص كل ده: الاستثمار في المعرفة بيدفع أفضل فايدة. يعني ببساطة الثقافة المالية دي مش حاجة اختيارية أو رفاهية، دي ضرورة عشان أي أصل تاني نمتلكه يشتغل صح وبأحسن كفاءة ممكنة. تمام قوي. بعد ما حطينا الأساس الداخلي ده، تعالوا بقى نتكلم عن الأدوات الكلاسيكية، المحركات اللي بنت الثروات على مر العصور. وناخد العقارات كمثال. العقار ده فيه 3 قوى خارقة بتخليه أداء جبارة. أولاً دخل شهري ثابت من الإيجار، زي مرتب تاني كده. تانياً قيمة الأصل نفسه بتزيد مع الوقت. والقوة التالتة ودي الأهم هي الرافعة المالية، يعني ببساطة القدرة على استخدام فلوس البنك عشان نبني ثروة لنفسنا. عشان كده أندرو كارنيجي قال المقولة الشهيرة دي، إن 90% من كل المليونيرات وصلوا لده عن طريق امتلاك العقارات. ده مش صدفة. العقار طول عمره كان الملاذ الآمن للفلوس الذكية، لأنه أصل ملموس وقيمته بتزيد مع زيادة الطلب عليه. والمقارنة دي بتلخص اللعبة كلها في صورة واحدة. شوفوا معايا كده، لو بصينا على متوسط العائد السنوي على المدى الطويل هنلاقي إن الأسهم دايماً بتكسب التضخم، يعني الفلوس بتزيد بجد، في حين إن الفلوس اللي في البنك للأسف العائد بتاعها بيكون أقل من التضخم، يعني قيمتها الحقيقية بتقل. بسيطة كده. نيجي بقى للذهب. دور الذهب هنا مختلف شوية. تخيلوا إن المحفظة المالية دي سفينة في نص البحر. الذهب هو المرساة بتاعت السفينة دي. هو مش الصاروخ اللي هيزقنا لقدام بسرعة، لكنه اللي هيمنع السفينة إنها تغرق لما تيجي عاصفة أو أزمة اقتصادية. دوره دفاعي، حماية للثروة اللي اتبنت. طيب، ده كله كلام جميل عن الأدوات التقليدية، بس العالم بيتغير والاقتصاد الجديد خلق معاه أصول وفرص مختلفة تماماً. دي بقى الجبهات الجديدة اللي بيتخلق فيها القيمة دلوقتي. وهنا لازم نفتكر مقولة وارين بافيت العبقرية: لو ما لقيتش طريقة تكسب بيها فلوس وانت نايم هتفضل تشتغل لحد ما تموت. الفكرة هنا يا جماعة مش عن الكسل خالص، الفكرة كلها عن بناء نظام، سيستم شغال بيجيب دخل سواء احنا صاحيين أو نايمين. والمقارنة دي بتورينا الفرق الجوهري في العقلية. عقلية الموظف بتدور على الأمان، لكن عقلية صاحب البيزنس بتدور على الحرية. واحد شغال جوه السيستم والتاني هو اللي بيبني السيستم نفسه. واحد بيخاف يغلط والتاني بيعتبر الغلط ده جزء من التعلم والنمو. والعصر اللي احنا فيه ده بقى فتح الباب على مصراعية لأصول رقمية بتغير شكل اللعبة بالكامل. بنتكلم هنا عن حاجات زي العملات المشفرة زي بيتكوين وإيثيريوم اللي بتقدم فكرة جديدة خالص عن الفلوس. بنتكلم عن ال NFTs اللي هي سند ملكية رقمي،
وطبعاً الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة اللي بترسم شكل بكرة، وأكيد الذكاء الاصطناعي اللي بيعيد تشكيل كل صناعة نعرفها. بس في الآخر كل الأصول المادية دي هدفها إيه؟ هدفها إنها تشتري لنا عملات تانية، عملات أهم وأغلى بكتير من الفلوس نفسها. 1440، إيه الرقم ده؟ ده عدد الدقايق في اليوم الواحد. ده هو الأصل الوحيد اللي متوزع علينا كلنا بالتساوي بالظبط، أغلى مورد عندنا واللي لو راح مش بيرجع تاني أبداً. الأثرياء بجد مش بس شاطرين في إدارة الفلوس، هم أساتذة في إدارة الوقت. الصحة هي الأساس اللي كل الثروة دي بتتبني عليه، من غيرها كل حاجة تانية بتنهار. ببساطة العقل السليم والجسم القوي هما اللي بيخلونا ناخد قرارات أحسن ونفكر بطريقة أذكى. دي أهم استثمار على الإطلاق. وفي النهاية خالص الثروة الحقيقية مش بتتقاس بالأرقام اللي بنجمعها في حساباتنا، لأ، بتتقاس بالإرث والأثر اللي بنسيبه ورانا. النجاح المالي بيكتمل لما يتحول لهدف أكبر، لما يكون له معنى وقيمة للناس اللي حوالينا. طيب، بعد كل الكلام النظري ده، إيه أول خطوة عملية ممكن أي حد فينا ياخدها عشان يبدأ رحلته كمستثمر؟ الخلاصة في 3 خطوات بسيطة ومباشرة. أولاً، لازم نفهم فلوسنا بتروح فين وبتيجي منين، سيطرة كاملة. ثانياً، نبني صندوق للطوارئ، دي شبكة الأمان اللي هتخلينا ناخد مخاطر محسوبة وإحنا مطمنين. وأخيراً، نعمل أتمتة للاستثمارات، يعني نخليها تحصل بشكل تلقائي كل شهر، عشان بناء الثروة يبقى عادة مش قرار بيعتمد على مزاجنا. لأن في النهاية كل ده بيأكد على فكرة واحدة بس: الثروة الحقيقية بتبدأ في العقل قبل ما تبدأ في الحساب البنكي بكتير. والسؤال اللي هنسيبكم معاه النهاردة هو: الرحلة دي هتبدأ إمتى؟